هريسة سورية على الأصول، ولا ألذ من هيك، بأربع مكونات بس، ناجحة معكم من أول مرة، سهلة واقتصادية. وإن شاء الله رح تعجبكم كتير. بس تابعوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا الطريقة كاملة. وإذا عجبكم الفيديو أكيد لا تنسوا الدعم بالضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع أصحابكم والاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. هلأ بالبداية عندي المكونات. أول مكون رح ضيفه هو السميد الخشن. عندي 4 أكواب من السميد الخشن، حصرا سميد خشن، سميد ناعم ما بيزبط، وسميد فرخة ما بيزبط. مثل ما شايفين هي حبته عندي اياه هون. هذا يعني أخشن شي موجود بالسوق. رح ضيفه أنا 4 أكواب من السميد الخشن مثل ما قلت لكم. رح ضيف هلأ المكون الثاني هو السمنة. عندي نصف كوب من السمنة. هون نوع السمنة بيلعب دور بنكهة الهريسة معكم. يعني إذا حطيتوا نوع سمنة طيب رح تاخدوا هريسة أكيد طيبة. حطيت نصف كوب من السمنة. هلأ رح ضيف أنا كمان السكر، وهون مثل ما شايفين هيك قوام السمنة لازم يكون. هون رح ضيف مثل ما قلت لكم السكر، كوب واحد من السكر الحبيبات. طبعا هون كمية السكر يعني حسب الرغبة، بس يعني كميته ممتازة بقلب الهريسة. هلأ رح بس أنا مثل ما شايفين هيك رح بس السميد مع السمنة والسكر لحتى يصير هيك مثل الرمل المبلول. رح ضيف هلأ ملعقتين صغار من البيكنج باودر أو مسحوق الخبيز. كمان رح ضيف كمان البيكنج صودا أو كربونات الصوديوم، هي نفسها يلي منحطها للبقوليات لحتى تستوي. هي نفسها أنا حطيت هيك براس المعلقة بس. رح أضيف كمان هاي مكون اختياري أكيد حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، هو يعني بيعطي لون حلو للهريسة. إذا ما موجود عندكم لا تضيفوه. رح حرك هيك المكونات مع بعضها. هلأ أنا آخر مكون هو رح ضيف اللبن، لبن الزبادي. رح ضيف 500 جرام أو 3 كاسات من اللبن. 3 كاسات إلا ملعقتين كبار، يعني ال3 كاسات شيلوا منهم ملعقتين كبار وضيفوهم على الهريسة. حركت بس بالمعلقة تحريك لحتى اندمجوا معي السميد مع اللبن، وتركتهم مدة ساعة ونص لساعتين لحتى السميد تشرب عندي كل اللبن، ويعني صارت أموره تمام. ما في داعي تتركوه يعني لتاني يوم أو لا، خلص ساعتين كافيين. هون دهنت أنا الصينية اللي رح دخلها على الفرن، دهنتها بشوي من السمنة وحطيت الهريسة، ورح ملسها أنا هلأ بالقطر. القطر هو كمان رح يعطيها لون حلو للهريسة على الوجه. بتضلوا هيك عم تملسوها بالمعلقة لحتى تحصلوا على هذا الوجه يعني المظبوط. هلأ أنا رح أقطعها على بأي شكل بدي. وبعدين هون عندي اللوز أنا كنت ناقعته من الصبح، فيكن تنقعوه قبل بليلة مشان ما يحترق معكن أثناء الخبز. هلأ هون عم أقطعها مثل ما قلت لكم. وكنت أنا هون الفرن عندي محمايته على درجة 150 تقريبا. رح أصف اللوز هيك على الوجه مثل ما شايفين، وهذا طبعا شيء اختياري، ما موجود عندكم لا تضيفوه. والفرن مثل ما قلت لكم على درجة 150 تقريبا. بتاخد بالفرن تقريبا نص ساعة، وطبعا مع المراقبة المستمرة. وهي أصلا بس تصير من تحت، تستوي معكم من تحت عفوا، بدكم تشيلوها ترجعوا تقطعوها مرة تانية لحتى ما تكون التقطيعة يعني تكون التقطيعة معكم ناجحة. هون مثل ما فرجيت ما عم تشوفوا بالفيديو، أنا هون شلتها بعد ما استوت من تحت، وهلأ بدي ارجع اقطعها مرة تانية وارجع ادخلها على الفرن لحتى تاخد لون حلو من فوق. هلأ هون القطر عندي حطيت له معلقة كبيرة من السمنة، وراح سقيها بالقطر
كمية القطر هون حسب الرغبة. أنا القطر هون عندي غاليته من فترة يعني وموجود عندي بالبراد، فبس سخنته غليته وحطيت له معلقة كبيرة من السمنة، وهذا هو شكله عن جد ولا أروع من هيك. هريسة فاخرة وضيافة حلوة بشهر رمضان المبارك. وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات قادمة وأفكار جديدة.